ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن واحد من اكتر الممثلين اللي دخلوا القلب من غير استئذان، وهو العبقري والبسيط ماجد الكدواني. بس السؤال هنا، ليه كلنا بنحب ماجد الكدواني؟ هو ممثل كويس بس مش بس كده، في حاجه كده في حضوره او في ملامحه او في صوته بتخليه مختلف عن اي حد تاني. بس علشان نفهم لازم نرجع للبدايه. اول مره نشوفه على الشاشه كانت في فيلم عفاريت الاسفلت سنه 1995. دور صغير جدا محدش خد باله منه وقتها، لكن كانت بدايه كويسه، وكان زيه زي اي ممثل بيحاول يدخل عالم السينما. البدايه اللي الناس لاحظته فيها كانت سنه 2002 في فيلم حراميه في كي جي 2 بدور سعيد. الدور مش كبير، لكن الفيلم نفسه نجح جدا واتشاف كتير على التلفزيون، وده اللي خلى وشه يبدا يتعرف. بعدها بسنه ظهر في صعيدي رايح جاي مع هاني رمزي، وده كان دور خفيف لكن زود رصيده عند الناس. لكن الانطلاقه الحقيقيه بقى جت في سنه 2003 لما عمل دور فطين في حراميه في تايلاند. هنا بقى بدانا نصدق ماجد الكدواني بجد. الدور كان كوميدي لكنه ما كانش سطحي، كان في عمق وشخصيه وطريقه تمثيل تخليك تحبه حتى لو كان نصاب. وفي نفس السنه شارك في عسكر في المعسكر مع محمد هنيدي بدور متولي الزناتي، والفيلم نجح جدا لان وقتها اي فيلم لهنيدي كان بيكسر الدنيا حرفيا، كانت مصر كلها بتتفرج عليه. ماجد الكدواني عنده موهبه نادره جدا انه يخليك تتعاطف مع الشخصيه حتى لو كانت غريبه او مش مثاليه. في فيلم الرهينه مثلا مع احمد عز سنه 2006 لعب دور كراوي، ان هو واحد نصاب بيقول للناس ان عنده مشكله في الكلى وكده عشان ياخد منهم فلوس. المهم ان انت في الفيلم تعاطفت معاه جدا وتحس انه ضحيه المجتمع مش مجرد شرير والسلام. في 2008 في فيلم كباريه لعب دور خميس حامد، وبرضه خلانا نحبه رغم كل الظروف اللي كانت فيه وفي حواليه. سنة 2009 قدم واحدة من أروع أدواره في فيلم الفرح بدور العسيلي. الفيلم كان فيه نجوم تقال، لكن ماجد الكدواني قدر يخطف الأنظار بدور بسيط في الظاهر لكنه مليان تفاصيل. بعد ما ماجد الكدواني خطف الأنظار في الفرح بدأت الناس تروح السينما مخصوص عشان تشوفه هو. وفي سنة 2009 بيظهر في تحفة فنية حرفيا مع أحمد مكي في فيلم تيرنتا بدور المارد، الدور اللي الناس حفظت جملته واللي خلى الشخصيه تعلق في دماغنا كانها حقيقه. ولو تفكر كده اللحظه، لو كان حد غير ماجد الكدواني عمل الدور، هل كنا هنتعلق بالمارد بالشكل ده؟ انا شايف لا. الطريقه اللي اتكلم بيها والهدوء والسخريه والعيون اللي بتقول كلام اكتر من الكلام نفسه، كل ده محدش يقدر يعمله غيره. بعدها بسنه بيرجع مع مكي في فيلم لا تراجع ولا استسلام، والمره دي بدور المقدم سراج. وهنا بقى ماجد الكدواني بيقرر يخلي الضحك حاله عامه، يعني من اول ما بيظهر مفيش مشهد بيعدي من غير ما تضحك. الفيلم كله تحفه من حيث الكتابه والافيهات، بس دور سراج تحديدا كان فيه كميه كاريزما وتايمنج كوميديه مش طبيعيه. طريقته وهو بيزعق واسلوبه وهو بيتكلم، الفيلم لحد دلوقتي لسه بيتعمل عليه ميم. في 2010 ظهر كضيف شرف في فيلم الليمبي 8 جيجا، والمشهد اللي ظهر فيه رغم انه مشهد واحد بس لحد دلوقتي محفوظ في دماغنا وبنشوفه على طول. في 2012 شارك في واحد من اقوى الدراما الجماعيه في تاريخ السينما المصريه، فيلم ساعه ونص. الفيلم ده بقى محتاج له فيديو لوحده. ماجد الكدواني كان جزء من خلطه انسانيه حزينه واقعيه وفي نفس الوقت مرعبه من كتر ما هي حقيقيه. تمثيله في الفيلم بسيط، هو بسيط لدرجه انت تحبها. وفي سنه 2016 قدم دور شكري مختار في فيلم هيبتا، دور مختلف مش مجرد شخصيه في قصه، لا ده كانت اشبه بحكمه بتمشي على الارض. الكلام اللي كان بيقوله الفيلم حرفيا كان مبني على حضوره، ولو اي حد غيره كان قال الكلام دوت ما كناش صدقناه ولا حسينا بيه بنفس الشكل. في 2018 ماجد الكدواني بيعمل لنا فيلم طلق صناعي بدور حسين عبد السلام، راجل بيحاول يدخل مراته تولد جوه السفاره علشان تاخد الجنسيه. الفيلم مش بس كان مجنون فكرته، لكن كمان كان فيه مستوى عالي من التمثيل تحت ضغط، وماجد كان هو قلب الفيلم من اول لحظه وانت مش عارف تحكم عليه هو مجنون ولا مظلوم ولا هو ظالم، وبيفضل يوصل لك الحاله النفسيه المعقده دي لحد اخر ثانيه. وفي نفس السنه فاجئنا تماما بدور العقيد ولي السلطان في فيلم تراب الماس. هنا ماجد الكدواني قلب الطاوله وخرج من الطيبه والضحك ودخلنا في عالم تاني خالص، ظابط شرير وفاسد بس بطريقه هاديه جدا من غير ما يعلي صوته، والسكوت اللي وراه تحس فيه خطر، والهدوء اللي فيه رعب. والفيلم ده لو ما شفتوش فانت حرفيا فاتك نص عمرك. وبعدها بيظهر لنا ماجد الكدواني في افلام خفيفه وكوميديه زي نادي الرجال السري وفيلم البعض لا يذهب الى المأذون مرتين، لكن وجوده فيها كان بيحل اي عادي حتى لو الفيلم مش عبقري، حضوره بيخليه يتشاف ويتحب. في سنه 2021 بيقدم لنا فيلم عالمي بصراحه، وقفه رجاله. الفيلم دوت رغم ان اغلب الممثلين فيه فوق ال60 الا انه الكوميديا اللي فيه لذيذه جدا ومش بتضايق، مش هزار سخيف مش استظراف، دي كوميديا جايه حرفيا من الناس فاهمه بتعمل ايه. وهنا بتبان الفرق بين الممثل والمهرج. ماجد الكدواني ضحكنا وهو محتفظ بكامل احترام، بعدها عمل ماجد حاجه ما كناش متوقعينها، واحد من افضل المسلسلات اللي جت في تاريخ السينما بالنسبه لي. مسلسل موضوع عائلي، مسلسل فعلا عالمي من كل الجوانب، الشخصيات المكتوبه باتقان والاحداث المتصاعده والتمثيل في قمه النضج. لحد دلوقتي اتعمل منه 3 اجزاء، وبصراحه القصه ممكن تتعمل منها 6 اجزاء مستريح، وده لانها معموله بطريقه عائليه شويه، فانت تقدر تطلع منها كذا مواقف، انت تقدر تطلع منها اي موقف تحبه. وبعد النجاح ده
رجع لنا ماجد في فيلم بره المنهج، فيلم جميل جدا لكن ما خدش الضجه اللي استحقها. فكرته كانت كويسه وفيها رسائل انسانيه، واخر اعماله لحد دلوقتي كانت فيلم مشروع اكس مع كريم عبد العزيز، فيلم جديد ولسه بيتشاف. ونيجي بقى للسؤال اللي بدانا بيه، ليه بنحب ماجد الكدواني؟ الاجابه بسيطه جدا، لانه فضل يتطور مع الوقت، ما وقفش مكانه ولا قبل انه يكون محصور في دور واحد، لان كل شخصيه بيمثلها بيحط فيها جزء منه، جزء انساني جزء عاطفي يخليك تحبه حتى لو كان نصاب او بلطجي او حتى شرير. ماجد الكدواني مش بس ممثل، هو واحد مننا. وده كان ردي على السؤال ليه بنحب ماجد الكدواني. لو ليك رأي مختلف ليا يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، عايزين نوصل 5000 مشترك في اسرع وقت ممكن. وما تنساش برضو تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه اللي بتمر بظروف صعبه دلوقتي، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويشفي مرضاهم. بس كده، السلام عليكم.